ليه القراصنة دايما معاهم في الصور قرد أو ببغاء؟ هو اتفاق بينهم؟ ولا في سر غريب محدش واخد باله منه؟ طب ليه ما بنشوفش معاهم حيوانات تانية زي كلب أو قطة؟ الحكاية بدأت في البحر الكاريبي وقت ما كانت السفن بتقعد شهور في البحر، الطعام بيخلص والناس بتصاب بالملل، فكان القراصنة بيجيبوا معاهم مخلوقات ذكية تكسر الملل وتساعدهم في المراقبة. الببغاء مثلا كان بيتعلم يقلد الكلام ويصرخ أول ما يشوف سفينة غريبة. أما القرد فكان بيتسلق الحبال ويسرق من السفن التانية وقت الهجوم. بس الغريب، ليه بعض القراصنة كانوا بيختاروا الببغاء بدل القرد؟ قبل ما أجاوبك، اضغط لايك واشترك في القناة عشان تستمتع بقصصنا في نص الليل. السبب إن الببغاء كان رمز للثروة، لأنه نادر وغالي جدا وقتها، وكان وجوده على كتف القرصان علامة إنه رجع من رحلات مليانة غنائم. وفي المقابل القرد كان رمز للدهاء والمكر، فبعض القراصنة كانوا بيختاروا الحيوان اللي يعبر عن شخصيتهم. لكن المفاجأة إن في سجلات حقيقية لقراصنة فعلا ربوا القردة جواسيس. تحب أقولك في الجزء الجاي إزاي القردة كانت بتساعدهم في السرقة من سفن ملوك أوروبا؟